السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس؟ صحيحين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم ام يارا. الله يدخل عليكم هذا الشهر الفاضل بالصحة والسلامة وطولة العمر وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نشارك مع البنات اللي طلبوني، بغاو المقادير ديال الشباكية. ذاقوها البنات وعجبتهم. المهم هي هذه المقادير هما هادو مضبوطين، غادي نتبعوا على فيديو من الاول حتى الاخر. انا غادي نعطيكم المقادير. المهم المقادير غنعطيكم المقادير ديال كيلو. انا عندي واحد الكيلو في هاد القصريه، كيلو ديال الدقيق هو هذا غربلته. عندي خماره 8 غرام. عندي بيضه، اللي بغى يدير يدير، اللي ما بغاش ماشي مشكل. هنا عندي نافع وحبه حلاوه. هنا عندي كوزه. عندي هنا هاد الدويمه ديال الزعفران، اللي بغى يدير حتى يدير، اللي ما بغاش ماشي مشكل. معلقه القرفه، مسكه حره. هنا عندي الخل. عندي الزيت البلديه وزيت الروميه مخلطه. الزبده هذه كاسه هي. وعندي هنا كاس د اللوز بحال هكا خضر. انا باش نفرق بيناتهم خليت اللوز ديك اللوز حتى من الفوق. هنا عندي كاس ونص ديال الجلجلان. عندي كاس ديال الماء زهر فيه الزعفران الحر. وعندي كاس ديال الماء. هادو هما المقادير. والزعفران الحر غادي هو اللي درتو من قبل المقادير، راني رقدت الزعفران الحر مع ماء الزهر. وهذا الزعفران الحر كما كتشوفوا انا كنت مرقداه في الكاس باش يطلق. هانتوما البنات، المهم تبعوا معايا المقادير. انا غنعاود معكم المقادير دابا. غادي نبدا نقول لكم باش. هنا عندي معلقه ديال القرفه. عندي شويه مسكه حره، ماشي بزاف، شويه تما كما كتوضح لكم الصوره. غندير شي شويه ديال الكوزه، ربيع ديال الكوزه بحال هكاك. المهم البنات اللي ما عرفوش القياس، شي ربع ديال الكوزه. ربعة المعالق ديال النافع وحبه حلاوه. راني طحنتهم وغربلتهم مزيان. هاد الدويمه ديال الزعفران اللي بغى يديرها يديرها، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش عاوتاني. هذه ماشي مشكل. هاد الدويمه ديال الزعفران انا كندير على حسب اللون وصافي. اما انا كندير الزعفران، كندير الزعفران الحر، ولكن درت معها الدويمه تاعي. هذا الجلجلان. هاد الجلجلان راه كطحنو خضر، بحال ما بغاش، في حاله ما بغاش يطحن لكم البنات. المهم انا كنشرح للبنات اللي هما طلبوني بغاو المقادير. الا ما بغاش يطحن لكم هاد الجلجلان ديروا معاه شويه دقيق. اللوز راه كيطحن بلا ما ديروا معاه حتى شي حاجه. هو هذا اللوز. انا راه خليت اللوز باش زعما نفرق بيناتهم، ما بين الجلجلان واللوز. هذا كاس ديال اللوز تا هو طحنته مزيان وغربلته. الجلجلان راني تا هو طحنته، قلت لكم درت معاه 2 معالق ديال الدقيق وطحنته خضر. ما كلشي خضر، كاين الجلجلان كاين اللوز. غندير دابا هاد الخماره. هاد النواشف كاملين غنشركهم مع بعضياتهم. تبعوا على الفيديو من الاول حتى الاخر. هانتوما بعد ما خلطت النواشف دابا غادي نغربلهم. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو، سمحوا لي بزاف، راه واخا هو راه جا شويه طويل، ولكن البنات راه ما نقدرش نشرح لكم اكثر بحال هكا. كل فيديو ماشي فيه بزاف ولا بدا. هاد الغربه راه ديال السلك، كيكون غربه. كاين داك الغربه الرقيق، ولكن هذا شويه المهم ماشي رقيق ماشي غليظ، حيت كتبقى شي حاجه بحال هكا ملي كتبغي غير ندوز العجينه في الماكينه كتقطع ليا. هذا بحال هكا الغربل ما كيخليش كاع الشك. كنعتذر ما قلتش لكم واحد قبيصه الملحه، هي لا درتها دابا. قبيصه ماشي بزاف. هانتوما هادشي اللي بقى فيه بحال هكا. هذا مخصوش يكون كيخسر ليا الماكينه، انا حيدته.
كنتمنى من الله نكون شرحت لكم مزيان. هاد الكاس ديال الزبده اللي هي دوب الزبده حتى داب مزيان، حتى تعزل منها واخا تبدل لها اللون بحال هكا، ذوبت حتى ولات تحيد منها، تحيدت منها ديك اللبن. وهذا كاس ديال الزيت اللي خويت دابا ما بين زيت البلديه وزيت الروميه مخلط. غادي نبسبسها مزيان بحال هكا بالزبده والزيت وغنعاود نغربلها باش في العجينه ملي كنبغي نعجنها ما تمحنيش الا غربلتها بزاف. تبسبسوها بحال هكا مزيان. دابا غادي نغربلها ونعاود نرجع تاني نخلطها بداك الماء والبيضه والخل الماء الزهر وداكشي حتى الاخر ان شاء الله غادي نخلط بهم. كنتمنى من الله يكون الشرح ديالي واضح. كنسلم على الاسره ديال الفصاله والاسره ديال الخياطه، كنسلم عليهم من هذا المنبر، والبنات اللي معايا في السونطر كلهم كل وحده بسميتها. ومهم العائله ديالي بخصوص عائلتي كامله حتى هي كنسلم عليهم، والبنات اللي متبعني المهم كل وحده بسميتها باش يعرفوا راه كلهم عزاز وغاليين. وسمحوا لي بزاف الا وليت كنعطل فيديوهات غير الوقت. هاد الفيديو كنت وعدت البنات قلت له غنلوحهم قبل من النص ديال شعبان، ولكن ما يسرش الله. هو بعد ما غربلته كما كتشوفوا هانتوما تبارك الله راه كيسهل القضيه ما كتبقاش صعيبه. هاد البيض اللي غادي ندير انا غادي ندير الصفر والبيض، راه ما كيدير والو الصفر والبيض، كاين اللي ما كيديرهاش. وهاد البيضه اللي عنده الحساسيه من البيض ما يديرهاش مره. وهاد الكاس ديال الماء، 2 معالق ديال الخل، وهاد الكاس ديال الماء الزهر مع الزعفران الحر. دابا غنخلط العجينه بحال كنعجن، غادي نعجنها مزيان. المهم ما غاديش تمحني في الدليك، كيت كنبقى ندلك فيها، ولكن دابا الحمد لله ملي وليت بحال هكا كنغربلها كتجيني ساهله. الا بقى خاصك شي شويه الماء مثلا شي معلقه ولا تقدري تزيديها، ما خصكش ما تزيديش على حسب الدقيق. كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. وكنقول لكم سمحوا لي البنات على سميتو على التصوير، يارا بنتي كتصور ليا ما كاينش ريان ماشي للتيران كيلعب كره، ما حاضرش معايا، كتصور ليا غير يارا، ما بغيتش نضيع الوقت باش ندير لها فيديو. ويارا باقا ما كتقدرش تتحكم باش تصور ليا، سمحوا لي بزاف. كنتمنى من الله تكونوا هاد الشرح اللي شرحت لكم يكون واضح. وحتى لما كانش لكم واضح واخا تعاودوا، ولا بغيتو نعاود لكم لا فيديو اخر نعاود لكم واحد اخر ماشي مشكل. المهم كتبوا لي في الكومونتير نقدر نعاودو لكم. تيكون معايا رايا ان شاء الله. بعد ما خلطتها بحال هكا ما قاصحاش ما رطباش قاده، دابا غادي نقطعها كامله ونرجع معكم. انا بعد ما قطعتها غنديرها بحال هكا في بلاصتي ونخليها قد ما خليتيها قد ما مزيان، حيت ما فيها لا خميره لا والو. تخليها واحد واخا حتى واحد تخليها واحد 20 دقيقه، وعاد ترجعي تلقيها ولا 10 دقائق. الا ما عندكش الوقت 10 دقائق راه كترطاب. انا بعد ما رجعت لقيتها رطابت. انا دابا جبت المدلك
دابا غنبدا نسرحها مزيان. باش كتجي الشباكية خفيفة ومجعبة، خاصك بحال هكا تخدميها مزيان، تسرحيها وتعاودي تربعيها. هي كتسهل لك في الخدمة وكتسهل لك حتى كتجي زوينة، تجي خفيفة. نبقى نسرحهم كاملين حتى نسرحهم ان شاء الله. ملي كتخليها ترطاب راه كترجع ساهلة باش تسرحيها. ها نتوما بعد ما كملتهم كاملين انا رجعت معكم. دابا غندير دوك الاولين هما اللي غندير من جهتي، باش اللي نبغي نخدمهم نلقاهم هما اللي رطبين. درت 8 كويرات هما هادو. ثاني دابا غادي نسد عليهم وغادي نخليها المهم واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقة بحال هكا. المهم انا بعد ما ان شاء الله غادي نرجع معكم غادي نقول لكم. انا بقيت شي 20 دقيقة، عاد جيت دابا شي 20 دقيقة باش رجعت معكم. هي راه طابز دابا كتسهل وما كيخرجش كريتوش بزاف. الا بغيت نسرحهم كاملين غنسرحهم كاملين هادوك 8 الكوارع نسرحهم كاملين بحال هكا، ونعاود ندوزهم في الماكينة تاني كلهم وعاد باش نرجع. ولكن انا ما غنديرهاش حيت باش ما نطولش الفيديو. انا غادي نشرح لكم دابا ونبقى معكم حتى نكمل كلشي تاني وعاد باش نرجع عندكم. دابا غنخدم هاد 3 بعدا. هذاك المربع كنقسمو على 3، ما كيخرج لا ريتوش بزاف لا والو، وراها كتجي رائعة صراحة الله بهاد الطريقة اللي تبعتوها. دابا غادي ندير في الماكينة. الماكينة راه كل واحد وكيخدم بالرقم ديالو. المهم انا عندي الا بغيت ندوزها دابا كندوزها غير في 3، بغيت نعاود نديرها في 4 ونعاودها في 3 ولا نديرها في 5 ونعاودها في 3. المهم انا راسي داكشي. الا رققتيها مزيان انا كنديرها في هذا الرقم ديالي اللي كنخدم به هو رقيق، كنديرها في 3. ولكن الماكينة ماشي بحال انا مازال كنقول سمحوا لي راه التصوير شويه ماشي ما بينش مزيان حيت بنتي باقا ما كتعرفش تصور. غير اضطريت على حساب البنات اللي طلبوني يبغوا المقادير راني على حسابهم صورت. بحال هكا كندورو الارقام راه من هنا كتريقل. دابا هذا انا درتها في الرقم 4 وعاودتها في رقم 3. ولا بغيتو تسرحوها مزيان دابا انا عا كنسرحها بصراحه الله ما كنبقاش تبعها. وريتكم كندير انا غير من رقم 1 رقم 3 نيشان كندير رقم 1 ما كنبقاش نبدل.
انا بعد ما بدلت انا الرقم انا دابا خرجت هادو. راه كنت درت في الاول تنكملهم كاملين نخرجهم بحال هكا وعاد نبدا خدام يجيو ساهلين. دابا نقطع شباكيه وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه نقطع هادو خمسه كنقطع خمسه الاشرطه كندير. دابا غادي نوريكم الطريقه ديال الشباك بحال هكا اللي كندير انا. هذا هو الشباك ديالي. الشباك راه عادي البنات كل وحده دير الشباك اللي يعجبها ماشي مشكل. المهم انا كندير هاد الطريقه في الشباك. راه الشباك راه اللي كتعرفوا اللي درتوه راه هو داك مزيان راه تقليو الشباكيه كترجع كلها بحال بحال. صافي دابا انا كملت معكم الشباك من بعد نكمل ان شاء الله ونرجع معكم ثاني. نقطع بحال هكا ونحطهم وعاد نبدا نشبك. ما كيعطلوش الصراحه ما كيعطلوش والروطش ما كيخرجش لك بزاف. اللي بغيتي ثاني بحال هكا ديرها ساهله. هذه فيها نسيت قطعت 6 اشريطه. تيرا تقرا ترجع عاديه تاع الشباكيه والسلام. وانتم يا راه بنتي بدات كتصادق معايا باغا تصاوب معايا الشباكيه حتى هي. عز عليها تدور الماكينه ديال الشباكيه. دابا جريان هي بغات تدور والو قالت هي والو تدور وصافي. وانتم كيما كتشوفوا راه هي اللي كدور ليا الشباكيه. تبارك الله عليها ما شاء الله. شفتي راه كتقيس ليا الماكينه مره تقلب تقول لي ماما تقطع عليك. ها انتم بعد ما كملت الشباك شوفوا تبارك الله ما شاء الله. الشباك جا زوين وما خرجش ليا فيه الروتوش هذا هو المهم.
وتبارك الله راه عطات كمية لا بأس بها. زعما شي حاجة تبارك الله. ها نتوما العسل تا هو تبارك الله ما شاء الله، عسل ثقيل تا هو صدق ليا زوين. نحيد الحامضة باقا ما حيدتهاش، راه برد العسل. انا كندير فيها غير الحامض وحامض ومسك حرة والقرفة. دابا انا غادي ندوز نبدا نقلي. هانتوما بعد ما تحمر تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. كندير هكا في العسل وكنطفيهم، ومن بعد ان شاء الله كيجيو تبارك الله ما شاء الله. كتطفيها في العسل كتجي زوينه الصراحه الله، وتخليها في العسل. ها نتوما بعد ما كملت شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه عطاتني داك المقادير ديال الكيلو. شوفوا تبارك الله عطاوني سطل. ها نتوما انا ما غاديش نهرس معكم ملي في السطل. هذاك الروتوش، داك الكرسي راه فيه غير الروتوش اللي شاط ليا مهراس اللي المهم اللي كان طايح ليا بحال هكا. ها نتوما تبارك الله ما شاء الله انا قطعت معكم بحال هكا، راه جات مجعبه وهشيشه ما شاء الله. دابا غادي ندير ليها جلجلان. اللي بغى يدير ليها اللوز ايفيلي يدير ليه، راه هي مقومه هذه صراحه الله، راه من ديروا لها اللوز ايفيلي. غير انا صراحه الله ولفت جلجلان، كندير جلجلان صراحه. ولا كاين اللي طلب من عندي بغى اللوز راه كندير ليه اللوز، ماشي مشكل. المهم راه اللي بغى يدير اللوز يديرو، اللي ما بغاش يدير غير جلجلان. تبارك الله ما شاء الله. ايوا عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله. ما تنساونيش من الكومونتير ديالكم واللايك. ها نتوما التقاود ديالي تا هما هادو هما الصفوف ديالي. شوفوا سامي ولدي تا هو كيبغي يهز اللوز، ما شاركتوش معكم ولكن تبارك الله ما شاء الله جاو رائعين. يلا شي كومونتير يكون محفيز. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله.